سلام إخواني أخواتي، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. كيف ديما إن شاء الله وصفة اليوم عبارة عن طاجين ديال الكبدة، كيجي رائع بزاف. المهم باش نبدلو شوية من الروتين ديال الفطور ديال ديما، من الفطائر المعمرين ومن بزاف ديال المعجنات. غادي نديرو اليوم طاجين ديال الكبدة اللي غادي نحضروه بهذه الطريقة اللي غادي تشوفوا معايا. غادي نبداو على بركة الله. هنا في المقله كندير شويه ديال زيت الزيتون، غادي ندير قطع كبار ديال الكبده ندوزهم في المقله. هو الاول عاد غادي ندوزو باش نقطعوهم، كنقلبوهم على الجهه الثانيه. ما كنطيبوهمش بزاف، غير كنشحروهم شويه حتى غادي تجمد لينا ديك الكبده وكتسهل علينا باش نقطعوها. كتنشف من هذاك الماء اللي كيكون فيها صافي، وغادي نزولها. ما نطيبوهاش بزاف كما كتلاحظوا، غادي تكون باقه شويه حمراء من الداخل. صافي كنزولوها من المقله. غادي ندوزو للطاجين باش نشحروا البصله ديالنا. نديرو شويه ديال زيت الزيتون او زيت المائده على حسب الامكانيات ديالكم. غادي نديرو بصله مشلضه رقيق بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. غادي نحاولوا نشحروا هذه البصله مزيان حتى غادي تنزل وغادي تحمر لينا مزيان. هنا غادي نضيف شويه ديال الثومه صافي، وكنغطي على الطاجين ديالي وكنخلي البصله تشحر. غادي ندوز هنايا باش نقطعوا الكبده ديالنا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. كنقطعوها قطع صغيره شويه كما كتلاحظوا، راه ما طابتش بزاف، راه غير شحرتها في المقله شويه. صافي كنقطعوها بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا معايا، وندوز باش نكملوا الطريقه ديال تحضير الطاجين ديالنا. وحنا كنقطعوا الكبده ديالنا ما كنساوش الطاجين، دائما نحركوه ونغطيو عليه حتى غادي تشحر وغادي تنزل ديك البصله مزيان مزيان، حيت ما غاديش نخليو الكبده طيب بزاف من بعد. هنا غادي نضيف شويه ديال المطيشه، مقدار 3 المعالق ديال المطيشه، ما تكثروش بزاف. غادي نحرك مزيان وغادي نضيفوا التوابل اللي غادي نستعملوهم في هذه الوصفه. غادي ندير شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير والملحه دائما على حسب الذوق ديالكم. وغادي نضيف واحد راس معلقه ديال المروزيه صافي، وغادي نحركو كلشي مزيان. كنخليوه يطيب فوق البوطه على نار مهيله حتى غادي تشحر ديك البصله مع مطيشه. هنا غادي نضيف نص كاس ديال الماء وكنغطيو على الطاجين ديالنا، نخليوه حتى غادي يطيب مزيان ويتشحر كما كتلاحظوا. كنخلطوا مره مره وكنعاودوا نغطيوه حتى غادي تغمر لينا هاد لاصوص وطيب مزيان، تكون نزلات مزيان، حيت ما غاديش نطيبوا الكفته او عفوا الكبده بزاف. هنا غادي نضيف شويه ديال الربيع ونخلط مباشره. غادي نضيف الكبده ديالي على الطاجين. كما لاحظتوا معايا في الاول، فالكبده طابت نص طيبه، ما غاديش نخليوها تعاود طيب بزاف في الطاجين، حيت باش ما طابت الكبده كتجينا قاصحه بزاف. صافي نخلط مزيان حتى غادي يندمجوا لينا هاد المكونات، او غادي تشرب ديك الكبده، تشرب ليا ديك العطريه وديك البصله ومطيشه صافي. ونغطي عليها وكنخليها كطيب دائما على عافيه مهيله، ما كنجهدوش عليها بزاف حيت ما غاديش نضيفوا الماء مازال. هنايا عاد غادي نعاود نحرك مزيان الطاجين ديالي ونعاود نغطي عليه ونخليه كيطيب. كما كتلاحظوا هنايا فصافي الطاجين ديالي قرب يطيب، غير كنحرك مزيان باش تشرب لينا الكبده ديك المريقه ديالها. صافي الطاجين ديالنا ها هو قرب يوجد صافي. غير كما كتلاحظوا فكنبدا نغطيه ونعاود نحل عليه ونخلطه باش ديك الكبده ديالنا تشرب ديك المريقه ديالها صافي. بعد ما غادي يوجد غادي نضيف عليه واحد الخويط ديال زيت الزيتون من الفوق، وغادي ندير شويه ديال معدنوس من الفوق غير كتزيين صافي. وغادي نقدموا الطاجين ديالنا بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. فضلا وليس امرا ديروا لايك واشتركوا في القناه وخليوا تعليق زوين
كيشجعنا على الاستمرار. صافي، وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم على خير، بسلامه.